كريستيانو رونالدو للنصر السعودي. والله يا صاحبي انا زيك صحيت من النوم اشوف ايه الاخبار نعمل عليها الفيديوهات، نشوف ايه الاخبار المميزه. لقيت لك كريستيانو رسميا لنادي النصر السعودي، وده كانت كاتباه صحيفه الماركه الاسبانيه، لكن صحيفه الماركه بالذات في الصفقات والحاجات دي بصراحه ما بصدقهاش. وسبحان الله بعدها بنص ساعة تطلع صحيفة سكاي سبورت وتقول ان الخبر مش اكيد. طب يا ترى مين عنده حق، سكاي سبورت ولا الماركة الاسبانية؟ من الاخر الاتنين ما عندهمش اي حق. هقول لك ايه اللي بيحصل وايه اللي بيدور بالظبط، بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو ده وتعمل اشتراك عشان يجيلك كل جديد. هناخد الخبر على جزئين، الجزء الاول وهو نادي النصر، وهل نادي النصر فعلا في مفاوضات مع كريستيانو رونالدو؟ الحقيقة ان ايوه في مفاوضات. طب المفاوضات دي ايه هدفها، او ايه الهدف ان كريستيانو يكون في نادي النصر السعودي؟ هقول لك الهدف ايه. اول حاجه ان كريستيانو يعتبر هو اكتر لعيب او اكتر بني ادم عنده فولورز على انستجرام، وده طبعا بيخليه هو اكتر حد في العالم ممكن يجذب اعلانات، فبالتالي مبيعات تيشيرت كريستيانو مع النصر السعودي هتكون موجوده في كل العالم. بالظبط يعني ممكن تكون ماشي في الارجنتين، في قطر، في البرازيل، في اوروبا، في انجلترا، في اي حته هتلاقي حد لابس تيشيرت النصر السعودي. وفي النهايه هيكون هو ده الهدف، لان السعوديه زي ما سمعنا في كاس العالم قطر 2022 ان هم يستضيفوا كاس العالم 2030، وان انت تجيب حد زي كريستيانو في السعوديه في اخر ايامه فاكيد ليه هدف غير الكوره. بالظبط زي ما قطر عملت مع تشافي وخدوه من برشلونه في نادي السد عشان هو اللي يعلن عن اي حاجه بتدل عن كاس العالم. ومن هنا هنروح على الجزء الثاني وهو كريستيانو رونالدو. هل في مفاوضات؟ في مفاوضات. هل في موافقه من كريستيانو؟ بنسبة 50-60%. لكن كريستيانو كل تركيزه دلوقتي مع المنتخب، وفريق أعماله أو الإدارة بتاعته هي اللي بتدير المشروع اللي هيكون طفرة بالنسبة لكريستيانو. وزي ما قلنا إن المشروع مش هيكون في نادي النصر بس، لا ده من الدولة السعودية كلها. عشان كده إدارة كريستيانو بتدرس العرض بشكل جاد جدا، وعشان هيجي منه إعلانات كبيرة جدا، وكمان هيستفادوا بشكل كبير جدا ماديا من السعودية لو نظمت كأس العالم 2030. وفي النهاية يا رب أكون قدرت أفسر لك الموضوع والصفقة بشكل بسيط جدا. صلي على النبي في المقص.